ربما بعد المذكرة النقابية الخاصة بالمد الاجتماعي والمذكرة النقابية الخاصة بالفاتورة ديال الكهرباء غتم الرفع ديالها، العميل غادي نشوفوا يعني الجواب ديال العميل. ولكن انا هذاك الشيء راه خاص هذا الشيء كيكون كنوجدوا هذا الشيء بشكل ديمقراطي. حنا ما كنمتلكوش السلطة ديال القرار، بالتالي القرار كيكون بشكل ديمقراطي. كنوجهوا على جميع الشباب باش كان عندنا واحد باش نتفقوا على واحد الهضره وحده. كما قلت غادي نديو هاد الجوج ديال الوقت نعطيهم للعميل، ولكن بالمسيره ربما مسيره شعبيه يعني ضاغطه. تحيه للغالي اخوان. واحد الدقيقه الله يرحمه والدي، كل شيء فوق كل شيء. تحية نضالية للجميع، تحية نضالية لجميع الإخوان الشباب والشيوخ ونساء وأطفال كل شيء. تحية نضالية، ونتمنى أن تبقى دائما نضالية وأن يطول ويدوم نضالنا إلى غاية تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة كأبناء هذا الشعب. احنا ما جزائريين ما ليبيين، احنا مغاربة وبغينا حقنا كمغاربة. إطار الشفافية اللي بغيناها دائما تكون بيناتنا كنجلس حوار مع الجماهير الشعبية اللي هما نتوما واللي احنا جزء منكم. إطار هذه الشفافية قمنا بعمل يوم البارحة اللي هو يوم السبت. شحال كانت صلاة البارحة؟ 19/11/2011. قمنا باجتماع كنجمة تنظيمية وكنجلس حوار. قمنا بالعمل اللي اتفقنا فيه مع السيد العامل. قالك اودي غتصاوبوا لنا إحانة نموذجية باثناء هذا الاختلال، كتوضح هذه الاختلالات اللي كاينه في فواتير الكهرباء، وغتجيبوها لي على اساس انا الراسل ديال المسؤولين ديال المكتب الوطني على الصعيد الجهوي وعلى الصعيد المحلي، وقادر الراسل حتى المكتب الوطني في دار البيضاء والله في الرباط. ما عرفتش انا فين عندهم المكتب الوطني شحال من مدى. على اساس غادي ندير معكم اجتماع في الاسبوع الذي يتلو مباشره للانتخابات ديال 25. قلنا لهم متفقين حنا غنتعاملوا معك اداريا وكنبقاو متشكلين بحقنا المشروع في الاحتجاج ديالنا اللي كنشوفوا مع الجماهير يليق بالنضال ديالنا اللي راحنا داخلين فيه. في اطار الشفافيه حنا كنا درنا بيناتنا اننا غنصوروا هذا الشيء وغنوزعوا عليكم، ونظرا الامكانيات الماديه. يعني عندي هنا شحال من باج، عندي 1 2 3 4 5 لي باج. صعيب علينا باش نديروا نسخ ونوزعوهم على الكوشه كلها. اذا ماديا المساله شويه مكلفه وحنا الامكانيات على قدنا. اذا في اطار الشفافيه غنقراو عليكم شنو هنا على اساس كنوعدكم باش غادي نصوروا البيان. ونوزعوه على ساكنه الكوشه، وغادي نشروه في الانترنت في الفيسبوك وفي كاع المواقع اللي ممكن نشرو فيها غنشرو فيها. يعني في اطار الشفافيه شويه غنكبر على فيش لا حنا غادي نتكلموا. إذا في إطار الشفافية غادي شوية تكون الله يجزيكم بخير باش نقرا عليكم الخدمة اللي درنا في إطار الشفافية. حنا ما بغيناش نكتبوا هادشي ونديوه للعامل وانتم ما تعرفوش. حنا غنقراو عليكم شنو كتبنا. حنا ما كنخدموش ورا ظهركم، كنخدموا أمامكم وغنبقاو دائما نخدموا أمامكم. شريطة تلتزموا معنا بالنضال وتلتزموا معنا بالصمود وتلتزموا معنا بالرجولة. حنا واضحين معاكم. ولا لقيتو غدا بعد غدا كتشوفوا بعد غدا والدين مشات للعامل حاجه اخرى غير هذه، كنسمعوا حنا ماشي رجاله. حنا الحمد لله رجاله وانتم كتعرفون. امانه مع القبر. هذه امانه فعلا. اطار الامانه واطار المصداقيه غادي نقرا عليكم هادشي. بسم الله على بركه الله. بعد الارتفاع المهول والمستمر في مبالغ فواتير الكهرباء الخاصة بساكنة حي الكوشة، ثم خروج الجماهير في مسيرات احتجاجية أيام 16 17 و 18 نوفمبر 2011، ردد من خلالها المتظاهرون شعارات منددة بالكيفية التي تتم بها احتساب مبالغ الاستهلاك من طرف المكتب الوطني
تلاها حوار مع السيد العامل والسيد الباشا وممثلين للسلطة في غياب واضح للمسؤولين عن المكتب الوطني وأعضاء اللجنة التنظيمية من ساكنة الحي. طالب من خلاله السيد العامل من هذه الأخيرة يعني اللجنة التنظيمية إنجاز ملف مطلبي متكون مما يلي: النقطة الأولى لائحة نموذجية توضح الاختلالات في الفواتير. ثانيا إدراج ملف مطلبي اجتماعي لأجل التنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتزم بتحضير جلسة حوار تحت إشرافه الشخصي مع المسؤول الجهوي والمحلي للمكتب الوطني للكهرباء خلال الأسبوع الموالي للانتخابات التشريعية اليوم 25/11/2011. هذا نموذج ديال لائحة نموذجية ما كيما تقرا، مازال ما عمرناش باش ما نخسروش الوقت، غادي نعمروه من الوراق ديال لي فاكتور واخا من بعد السي منتصر من بعد. كندوزو هنا لافيش تكنيك، الورقة التقنية اللي غادي نشوفوا معها في الحوار مع هاد الناس المسؤولين ديال لاراديت كيفاش كيحسبوا معنا الضوء. من ساكنة حي الكوشة إلى السيد العامل إقليم تازة قائمة بأهم المطالب لساكنة حي الكوشة فيما يخص كيفية مراقبة العداد. النقطة الأولى مراقبة العداد بصفة دورية كل شهر، مابقاش تقول لي كنسالك ولا ما كنسالك ولا كندير استيماسيون كندير تقدير، ما ديرش تقدير، كل شهر شوف لي. حذف استخلاص الضرائب الخاصة بي. أولا انعاش الفضاء السمعي البصري، التلفازة ما كنتفرجوش فيها كنخلصوا عليها، وقد ما ارتفعت الفاكتور قد ما كتخلص التلفازة. مع العلم هذا معطى نزيدوه لكم أولاد الشعب. دوزيام مؤخرا دارت فايت، وزارة العدل بوحدها عطاتها 2 مليار درهم، يعني هاد الفلوس اللي كنعطيكم حنا فين مشات؟ كنعطيكم الفلوس المغرب، شحال فيهم التلفازة، شحال فيهم دار كتخلص لا فاكتور؟ شبعتهم لاير ودرتو فايت، ما يمكنش، ما يقبلهاش العقل، ما يقبلهاش العقل. قلنا حذف استخلاص الضرائب الخاصة بإنعاش الفضاء السمعي البصري. ثانيا مستحقات ثابتة اللي هي 15.40 15 درهم كتديوها لنا كل شهر كمستحقات ثابتة ديالناش، انا عرفوا ديالناش وما بغيناهاش، هي جوج. ثالثا اعتماد نظام الكشف الحقيقي لتيب غيال بدلا من الكشف التقديري لتيب استيمي بشكل شهري. ما تقوليش كاين تقدير، قول لي شحال تهلكتي شحال تخلص باش نراقب العداد ديالي ونعرف شنو كاين. إعادة المراجعة والتدقيق في حساب الفواتير للسنوات السابقة، حنا مشينا معهم بعيد حتى السنوات اللي كنتم كتسرقونا فينا هي. توزيع المصابيح الكهربائية الاقتصادية بشكل مجاني قصة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. سادسا زيادة وإصلاح مصابيح الإنارة العمومية وتزويدها بالمصابيح الاقتصادية. سابعا تحميل الإدارة المعنية المسؤولية عن الخسائر الناجمة عن الانقطاع الفجائي والمتكرر للصيانة الكهربائي، شحال من واحد ضاعت في التلفازة والثلاجة وإلى آخره. ثامنا التعويض عن الأضرار الناجمة عن أشغال تثبيت الأسلاك الكهربائية بالواجهات المنزلية. تسرب الماء بعد التساقطات المطرية، هذه الخدمة اللي ندوزو لي فوطو ديالهم ودوزو لنا في الديور ديالنا شحال من دار تضرات، تنطلبوا تعويض. قلنا ثامنا. تاسعا إيجاد حل للتقصير وانعدام المسؤولية في التعامل مع الأعطاب التي تصيب الأسلاك الكهربائية مع الأضرار الناجمة عن ذلك. عاشرا إدماج حامل الشهادات التقنية المتخصصة في الميدان اللي هو الضوء في مناصب الشغل بالوكالة، إذا بغيتوا تخدموا شي واحد تخدموا ولاد المدينة هما الأولى. 11 مساهمة الوكالة في الأنشطة الاجتماعية ومحاربة التهميش وتقوية البنية التحتية. وفي انتظار كخلاصة الاجتماع مع السيد العامل بحضور الممثل الجهوي والمحلي للمكتب الوطني، أحيطكم علما أن ساكنة حي الكوشة ستقاطع أداء الفواتير الأخيرة للكهرباء إلى حين إيجاد الحلول الفعالة، وهذا هو المطلب الأساسي ديالنا. تحية نظامية. كندوزو الملف الاجتماعي. قال لك سيدي حقا السيد العامل قال لك راه كاينه مبالغ ماليه مهمه تخصصت لحي الكوشه مع المدينه العتيقه اطار ما يسمى بالاندهاش اللي هي المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وغادي كاينه مبالغ ماليه مهمه مخصصه للمدينه العتيقه والكوشه ومحقكم تستافدوا منها، وغادي تجلسوا بيناتكم وغادي تفهموا وغادي ديروا لنا الله يخليك الله يرحم الوالدين. راه الانرجي كتمشي. قال لك احنا مستعدين تصاوبوا لنا مسائل وديروا لنا برامج مديره للدخل وحنا معاكم وحنا غادي نمشيو معاه في هذا الاطار هذا. قلنا الملف الاجتماعي لساكنه حي الكوشه المطالب بين قوسين لا للتهميش، هذا كشعار. اولا احداث دار الشباب والمرافق الرياضيه واصلاح ملعب حي الكوشه. ثانيا انشاء مستوصف ومركز صحي بحي الكوشه. ثالثا انشاء برامج ومشاريع مدره للدخل بتنسيق وتعاون مع المبادرة
الوطنية للتنمية البشرية. رابعا التشريع بفتح مقر قرية الصناع التقليديين هي هنا، واستفادة الساكنة من محلاته يعني المقر، وخاصة الشباب المعطل وحامل الشهادات. خامسا الزيادة في عدد المدارس. سادسا إحداث مركب تجاري بالحي. سابعا استفادة الساكنة من المساعدات التي تقدم من السلطات المحلية وكذا الجماعات الحضرية للمعوزين. كاينه ميزانية كتجي على رأس كل عام السلطة اللي هي العمالة، وكتجي لا كومين غبان دي تازا اللي هي الجماعة الحضرية اللي تازا ما كنشوفوا منها تاريخ. ثامنا إنشاء بنية تحتية تحترم كرامة المواطن، الإنارة، طرقات، علامات تشوير، الترفيه، المصارف الصحية، أشغال نظافة إلى آخره. تاسعا استفادة من فرص الشغل التي تمنحها من جوبية إنعاش وطني. كاينه ميزانية الإنعاش الوطني بغينا نستافدوا منها. هذا وتجدر الإشارة إلى أن ساكنة حي الكوشة ستستمر في نضالاتها من أجل تحقيق هذه المطالب ولن تتخلى عنها. تندوزوا الإخوان للبيان، هذا هو اللي غادي نصوروه وغادي نوزعوه عليكم وغادي نشروه في الانترنت. بيان كذا في 19/11/2011. عرف حي الكوشة خلال شهر أكتوبر 2011 ارتفاعا صاروخيا في أسعار فواتير الكهرباء، مما أدى إلى استياء كبير وتدمر من ساكنة الحي، مما دفعهم إلى الخروج في مسيرة احتجاج أيام 16 17 و 18 نوفمبر 2011. جابت أزقة الحي والمدينة العتيقة تزامنا مع وقفات أمام مقر العمالة. فلها حوار مع السيد العامل التزم من خلاله بالإشراف على جلسة حوار في أقرب الآجال مع المسؤولين عن المسؤول الوطني للكهرباء. وفي انتظار نتائج الحوار نهيب لساكنة حي الكوشة أن تستمر في نضالاتها المشروعة وتثبتها بالمطالب العادلة إلى حين تحقيق الأهداف. وتحية نضالية. هذا البيان غادي يتصور وغادي يتوزع وغادي يتنشر في الانترنت.